السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الأول علوم متكاملة الصف الأول السنة. الدرس يا جماعة بجد سهل جدا، فإن شاء الله إحنا هنبسطه خالص مع بعض وهيكون سهل قوي. طبعا قبل ما نبتدي نسمي الله أكيد وندعي إن ربنا ييسر لنا المعلومات ونفهمها بسلاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبدأ. أول حاجة عندنا وهي النظام البيئي. طيب إيه النظام البيئي؟ النظام البيئي هو مساحة أرض طبيعية تحتوي على كائنات حية وعناصر غير حية تتفاعل مع بعض ووحدة بناء الغلاف الحيوي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا عندنا حتة أرض فيها كائنات حية وعناصر غير حية يتفاعلوا مع بعض، زي مثلا عندنا الشرقية، المنوفية، اسكندرية. ما دي كلها محافظات وكل دي مناطق مساحة طبيعية وفيها كائنات حية اللي هما البني آدمين والحيوانات والنبات، وفيها عناصر غير حية. فلما تفاعلوا مع بعض في مساحة الأرض الطبيعية دي بيكون هو ده النظام البيئي. العناصر غير الحية اللي هي بتتمثل في الأكسجين، المناخ. عندنا مفهوم الطاقة في النظام البيئي. دلوقتي الدرس بتاعنا النهارده هو بيتكلم عن الطاقة وطريقة انتقالها من كائن لآخر، وازاي بتنتقل، وهل بتنتقل بنفس الكمية ولا لأ. عندنا تفاصيل كتيرة قوي النهارده عن الطاقة، فهنبتدي من الأول خالص. هي الطاقة دي أصلا بتيجي منين ومصدرها ايه؟ الطاقة بتيجي من الشمس. الشمس بتدينا ضوء، الضوء ده هو اللي بيكون فيه الطاقة. طيب النبات بيبتدي ياخد ضوء الشمس ويحوله لطاقة كيميائية، يتحول للطاقة ضوئية اللي هي الضوء والشمس لطاقة كيميائية. طيب دلوقتي أنا عندنا الطاقة الضوئية اتحولت لطاقة كيميائية من خلال النبات أصلا عمل ده ازاي؟ مبدئيا عندنا مادة اسمها الكلوروفيل. مادة الكلوروفيل دي هي موجودة في البلاستيدات الخضراء، ومادة الكلوروفيل دي هي أصلا اللي بتدي للنبات اللون الأخضر اللي احنا بنشوفه على الطبيعة. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي بيحصل ان النبات بيمتص الضوء اللي الطول الموجي بتاعه بيتراوح من 390 ل 780 نانومتر، او طبعا نانومتر يا جماعه اللي هو 1 في 10 أس -9. طيب دلوقتي بعد ما نبات ما بيمتص الضوء بيبتدي يعمل ايه؟ بيبتدي بقى مادة الكلوروفيل الموجودة في البلاستيدات الخضراء تمتص الضوء، ويبتدي عملية البناء الضوئي اللي احنا واخدينها من زمان واحنا صغيرين. طيب بتتم ازاي عملية البناء الضوئي؟ بيبتدي النبات ياخد المية من التربة وياخد ثاني أكسيد الكربون من الجو، ويتم التفاعل طبعا في وجود الضوء وفي وجود الكلوروفيل، علشان الضوء من غيره مش هنقدر نعمل عملية البناء الضوئي. ولو الضوء موجود والكلوروفيل مش موجود مش هيتم امتصاص الضوء، فبالتالي مش هيكون في عملية بناء ضوئي. طيب دلوقتي دي تتفاعل بقى ثاني أكسيد الكربون مع المية ويدونا جلوكوز ومية وأكسجين. طيب المعادلة دي بسيطة جدا جدا، فهمناها وعرفنا ازاي بتحصل، ان هو بياخد كذا وكذا وبيطلع كذا وكذا. وهو بياخد مية وثاني اكسيد الكربون وبيطلع اكسجين ومية وجلوكوز. والجلوكوز ده يا جماعة هي السكريات بتاعته اللي بيقدر يتغذى عليها، وهو الغذاء بتاعه بالظبط كده زي الاكل عندنا. فدلوقتي تم تحويل الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية بطريقة بسيطة جدا، ودي بداية تخزين الطاقة في النبات. فانا عندي كده النبات ده، هل حد جه اداله اكله على الجاهز؟ يعني جه اداله جلوكوز كده على الجاهز؟ لا. فبالتالي النبات ده هنسميه ذات التغذية، عمل اكله بنفسه، بيحب يعتمد على نفسه. مش يلا بالسهل وخلاص بقى كل حاجة تجيله على الجاهز، لا هو بيعتمد على نفسه وبيعمل اكله بنفسه وعمل الجلوكوز ليه. طيب دلوقتي النبات ده كائن ايه؟ منتج ولا مستهلك؟ ده كائن منتج، لان هو انتج السكريات وانتج الجلوكوز، انتج الغذاء بتاعه، ما استخدمش غذاء حد، ما استخدمش غذاء من بره، لا ده هو اللي انتج الغذاء بتاعه. يبقى انا عندي كذا مصطلح للنباتات، هي كائنات منتجة وفي نفس الوقت ذاتية التغذية، وفي نفس الوقت هي مستوى الأول طاقة في هرم الطاقة. يعني ايه المستوى الأول في هرم الطاقة؟ دلوقتي احنا عندنا الهرم بتاعنا طبقات، مستويات كده بالظبط. القاعدة بتاعته هي النبات. ليه القاعدة بتاعته هي النبات؟ لأن هو النبات هو اللي عمل غذائه بنفسه، هو اللي ابتدى خالص من الأول يحول الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية يخزن فيها السكريات بتاعته في داخل الخلايا بتاعته. فبالتالي هو اللي ابتدى كده بالظبط ينقل لنا احنا الجلوكوز وينقل لنا السكريات. طيب فهو كائن الأولاني بالظبط اللي في قاعدة الهرم، هو اللي ابتدى كل حاجة، فده احنا بنسميه المستوى الأول. كم مصطلح لحد دلوقتي كده للنبات؟ تلات مصطلحات. وأول حاجة هو كائنات منتجة، وهو المستوى الأول وهو ذاتي التغذية. يبقى التلات مصطلحات دولت لو اتقالوا في أي سؤال هو يقصد مين؟ يقصد النبات.
عندنا بقى هنا موجود في البي دي اف بتاعنا. طبعا يا جماعه البي دي اف ده هيكون موجود تحت الفيديو مجانا خالص، تقدروا تحملوه على التابلت بتاعكم او على التليفون. عايزين تطبعوه اطبعوه برضو، في شرح الدرس بس وهو مش كبير خالص. بيقول النظام البيئي ومساحه طبيعيه، ما احنا قلنا مساحه طبيعيه تحتوي على كائنات حيه وعناصر غير حيه. قلنا الكائنات الحيه اللي هي زي الحيوان والانسان، والعناصر الحيه زي الاكسجين والمواد باقي العناصر تتفاعل مع بعضها، وهو وحدة بناء الغلاف الحيوي. تمام، ده كله ده شرحناه. هنا بيقولك مفهوم الطاقة في النظام البيئي. في طرق دراسة التفاعل بين المخلوقات الحية في الأنظمة البيئية، وهو تتبع انتقال الطاقة داخل النظام البيئي. طبعا مفهوم الطاقة في النظام البيئي اللي هو ايه؟ اللي هو بيقولك الطاقة هتنتقل ازاي بالظبط في النظام البيئي. احنا طبعا شرحنا النظام البيئي وقلنا ايه هو، ايه المساحة الطبيعية. فطبعا دلوقتي الطاقة هتنتقل ازاي بقى بين الكائنات الحية والعناصر الغير حية، هتنتقل ازاي؟ ده كله اسمه مفهوم الطاقة داخل النظام البيئي. رجع ملحوظة صغنونة، الشمس هي مصدر الضوء والجزء المرئي والحرارة، وهي الجزء المحسوس. الشمس طبعا هي المصدر الاساسي، لانه لو ما كانش فيه ضوء ما كانش هيبقى فيه كل الكلام اللي احنا قلناه، ولكن النبات هيبتدي بقى ياخد ويعمل بناء ضوئي و فطبعا المصدر الرئيسي للطاقة هي الشمس، وهي اللي بتبتدي من عندها كل حاجة. طبعا بقولك تتبع انتقال الطاقة. طبعا انتقال الطاقة زي اللي احنا شايفينه في الصور ده. عندنا النبات هنا كده زي ما احنا مش شايفين، استخدم إضاءة الشمس واستخدم ثاني أكسيد الكربون. يبقى انا عندي اللي داخل اضاءة الشمس واللي داخل ثاني اكسيد الكربون. طب ايه اللي طالع؟ اللي طالع الاكسجين اللي احنا قلنا عليه، وطبعا الميه. دلوقتي زي ما احنا مش شايفين كده، جذور النبات اخدت الميه من التربه. اعرف منين بقى ان هي خلاص كده عملت عمليه البناء الضوئي؟ لما يطلع الاكسجين ويطلع عليه بخار الماء ويطلع عليه الشجر هنا طبعا هو الجلوكوز يا جماعه. فطبعا دي كانت البدايه خالص، البدايه خالص عند الشمس، ادت الضوء للنبات، عمل عمليه البناء الضوئي. بعد كده ده كده ايه، خلاص انتجنا الطاقة، وهي طبعا هنا النبات اختزن الغذاء بتاعه. طيب ايه اللي حصل؟ دلوقتي انا عندي النبات خلاص اهو في الارض الزراعية. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ تيجي جرادة مثلا تاكل النبات ده. طب مش هي لما اكلت النبات ده اخدت الطاقة بتاعته، اخدت الغذاء بتاعه، اخدت الجلوكوز اللي متحوش جوه الخلايا بتاعته؟ اه، اخدت الجلوكوز اللي متحوش جوه الخلايا بتاعته. فكده الطاقة انتقلت من النبات للجرادة. يجي بقى ضفدع ياكل الجرادة دي، فتبقى الطاقة اللي انتقلت من النبات للجرادة انتقلت للضفدع. هيجي حيوان آخر ياكل الضفدع ده، فتبقى الطاقة اللي انتقلت من النبات للجرادة للضفدع انتقلت للحيوان الآخر. ده عندنا بنسميه انتقال الطاقة. طيب في سؤال مهم بقى هنا، طبعا ده لسه هنشرحه بالتفصيل كمان قدام. هو كمية الطاقة دي بتنتقل بنفس الكمية؟ يعني مثلا فلنفترض ان النبات كان 100 جول، فلنفترض هنا كده على جنب ان النبات كان 100 جول طاقة مخزنه جواه. جت الجرادة، هي جرادة اكلته، هل هيوصل لها 100 جول كاملين؟ الإجابة للأسف يا جماعة وصدمة، لا. طب ليه يا ميس؟ دي أكلت النبات كله، يعني أخدت الطاقة بتاعته كلها 100 جول. لا، عندنا هنا حاجة بقى، ايه هي؟ ال100 جول دولت لما بيجوا ينتقلوا، لما بيجوا ال100 جول دولت ينتقلوا للجرادة ما بينتقلوش ال100 كاملين. طب بيروحوا فين؟ هقول لكم انا دلوقتي بيروحوا، بيتقسموا ل10 و90. 10 اللي هي 10% يعني، و90 اللي هي 90%. طب ال10% دولت و90% دولت ايه؟ ال10% دولت هي الطاقة المكتسبة، هي الطاقة المكتسبة اللي الجرادة اكتسبتها. طيب وال90% دولت هي المفقودة، هي الطاقة المفقودة. مفقودة ازاي مفقودة؟ مش احنا اخدنا زمان قانون بقاء الطاقة؟ يعني الطاقة لا تستحدث ولا تفنى من عدم، صح ولا ايه؟ راحوا فين 90 دول؟ راحوا فين؟ اقول لكم بقى انا راحوا فين. اكيد طبعا ما راحوش هدر كده وضاعوا في الجو كده وانتشروا، اكيد لا. الطاقة ديت هي استخدمتها، ولكن استخدمتها مش في غذائها، هي استخدمتها في حركة،
وهي بتعمل حركة كده، مش احنا واحنا بنعمل حركة بنفقد طاقة؟ طب واحنا بنعمل حركة مش بيحصل عملية تنفس عندنا؟ طب ما عملية التنفس دي بتحتاج طاقة، فبيتم استخدامها. فبيتم 90% تروح من الطاقة دي في الطاقة الحركية، وبتروح في التنفس، وبتروح في الطاقة الحرارية. ايه الطاقة الحرارية دي؟ اللي هو البني آدم، الكائن الحي أو الحيوان، طبيعي ان هو بيكون عايز يدفي نفسه. طب ما عايز يدفي نفسه لازم يحرق طاقة. فكل الكلام ده 90% بتروح فيه. طب ال10% دول بيروحوا فين؟ بيتم تخزينهم داخل الخلايا كغذاء. فانا كده استفدت من ايه؟ انا استفدت كده من ال10%. دولت هما اللي متخزنين جوايا الاكل بتاعي، الغذاء بتاعي. لكن ال90% بستخدمهم في الحركة، في التنفس، في ان انا ادفي نفسي، وهكذا. هي ما راحتش في الهدر، يعني ما استفدتش منها خالص، لا، تم الاستفادة منها، ولكن هي اتفقدت من خلال التنفس والحركة والتدفئة والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي مخزنة كام؟ ال10%. كذلك بقى اداني 100 جول، هيبقى 10% متخزنين و90% طايرين. اداني 1000 جول، هيبقى 100 بس متخزنين و900 طايرين، وهكذا. هتحسبها بالنسب، وطبعا في قانون لكل ده هناخده برضو مع بعض. نيجي هنا كده على جنب. الضوء وعملية البناء الضوئي، طبعا احنا شرحناها ازاي بتحصل. طبعا احنا قلنا تحويل الطاقة الضوئية اللي هي طاقة الشمس لطاقة كيميائية اللي هي بتخزن الجلوكوز، تخزن في سكر الجلوكوز داخل النبات، وهي الأساس الذي تستمد منه الكائنات المستهلكة والمحللة ما تحتاج إليه من غذاء لتوليد الطاقة. طبعا محدش فينا يقدر يعيش من غير الجلوكوز إطلاقا. هنا عندنا معادلة البناء الضوئي. قلنا طبعا إن النبات بياخد CO2 اللي هو طبعا ثاني أكسيد الكربون، ومية 6 جزيئات ثاني أكسيد الكربون، و12 جزيء مية. بيطلع لنا ايه؟ جلوكوز C6H12O6. ايه C6H12O6 ده؟ اللي هو الجلوكوز. دي الصيغه الكيميائيه يا جماعه بتاعه الجلوكوز. وبيطلع لنا ميه، وطبعا بيطلع لنا H2O. انتقال الطاقة عبر السلاسل الغذائية، طبعا ده برضو اللي احنا شرحناه، ان النبات بيجي ياكله جرادة، والجرادة بتيجي تاكل ضفدعة، والضفدعة بيجي ياكلها حيوان اخر، فده بيتم انتقال منه الطاقة لكائن اخر. طبعا قلنا ان هو مش بنفس الكمية خالص، وبيتقسم بنسبة 90% و10%. 90% مفقود و10% مكتسب بيتخزنوا داخل جسمهم كغذاء. هنا برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط، بس عايزين ناخد بالنا من حاجة. بيقولكم هنا اعلى طاقة الشمس، الطاقة اللي اديتها للنبات هي اعلى حاجة. بتبتدي بقى ايه؟ تقل تقل تقل. ليه بتقل؟ عشان بيتم فقد 90%. بيتم فقد 90% يا جماعة. تمام. طيب لحد ما يوصل لأقل طاقة بتوصل للضفدع. يبقى احنا عندنا إن كمية الطاقة اللي وصلت للجرادة أكبر من كمية الطاقة اللي وصلت للضفدع، صح؟ لأن هنا كده تم فقد 90%. عندنا ملحوظة: مع انتقال الطاقة من مستوى غذائي إلى آخر تفقد كمية كبيرة منها. طبعا ده اللي احنا قلناه، والجزئية دي مهمة جدا يا جماعة. برضو قلنا هنا إن النبات ذاتي التغذية وكائنات منتجة، وبيسمى المستوى الأول. وقلنا طبعا إن الحيوان والإنسان كائنات غير ذاتية التغذية. بس عايزين نقف هنا ثانية. بيقول هنا إن الحيوان والإنسان كائنات غير ذاتية التغذية. فطبعا هي غير ذاتية التغذية هتكون ايه؟ هتكون مستوى تاني، او مستوى تالت، او مستوى رابع. وعندنا الكائنات المحللة بتبقى المستوى الاخير. طب احنا ليه هنسمي الكائنات المحللة المستوى الاخير؟ لان احنا عندنا الانسان لما بيموت وبيدفن، او النبات بيدبل ويقع على الارض كده، بيتم عملية تحلل. وعملية التحلل دي بتتم بواسطة كائنات محللة. احنا بنوصل لاخر ليفل الانسان بيوصل له ايه؟ ان الكائنات المحللة بتاعه تقعد تاكل فيه. طبعا يا جماعة عايزة اقف هنا ثانية، يعني بره الدرس شوية. يعني البني ادم اخره ان الكائنات المحللة تاكله، فمش ليها لازمة خالص اطلاقا بقى نقعد نعصي ربنا، نقعد ما نسمعش كلام مامتنا ولا بابا، ولا نقعد نكلمهم باسلوب وحش، وانه نعلي صوتهم علينا، ولا ومش عارفة ايه، ومش هنزل اجيب وي 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 الكلام ده كله. يا جماعة مامتكم وباباكم هما في الأول وفي الآخر هيكونوا محتاجين مصلحتكم مش أكتر. وطبعا لو بتعصوا ربنا أو بتعملوا حاجة تغضبه أيا كانت ايه هي الحاجة دي، يعني تقيلة شوية، لأنه البني آدم أصلا آخره ايه؟ آخره تراب. حرفيا هنتقل لشوية تراب كده. فبلاش، ما يعني حرفيا ملهاش أي لازمة. نرجع بقى درسنا تاني. هنا كائنات مستهلكة. طبعا أكيد كائنات مستهلكة.
بني ادم والحيوان كائنات مستهلكه على الاخر، بيحبوا الحاجات تجيلهم على الجاهز كده. ايوه يا نبات اتعب وخزن واعمل بناء ضوئي واحنا ناخدها على الجاهز. احنا كائنات مستهلكه، استهلكنا الغذاء بتاعنا من كائن اخر. يجي حيوان ياكل حيوان، يجي حيوان ياكل حيوان، احنا بناكل حيوانات، بناكل البقر، بناكل الجاموس، بناكل كل ده كله. فاحنا بنسمى كائنات مستهلكة، وبنكون مستوى تاني او تالت او رابع. وطبعا المستوى الاخير خالص هو الكائنات المحللة. وعندنا يا جماعة الهرم بتاعنا يعني ما بيزيدش، نادرا، مش هقول على طول، نادرا جدا لما يزيد عن 6. طب ليه نادرا جدا عن ان هو يزيد عن 6 مستويات؟ دلوقتي لو انا زدت عن 6 مستويات، فلنفترض ان انا بقيت 7 مستويات او 8 مستويات، الطاقة اللي هتوصل لآخر مستوى هتكون ضئيلة قوي قوي قوي، لأن هي عمالة تقل 90% من المستوى الأول، المستوى التاني 90%، المستوى التاني، المستوى التالت 90%، وهكذا وهكذا وهكذا. لو زدنا عن 6 مستويات هتكون الطاقة اللي واصلة للكائن اللي هو في المستوى السابع أو المستوى الثامن أو المستوى التاسع هتكون قليلة قوي، ضئيلة جدا لا تذكر. فاللي هو انت استفدت ايه بعد كده؟ انت كده استفدت ايه؟ واللي بعدك هيجي يستفاد ايه؟ فنادرا جدا لما بتزيد عن 6 مستويات. الطبيعي ان هي بتبقى 6 مستويات. طبعا قلنا ان الكائنات المحللة هي المستوى الاخير. عندنا بقى هنا ايه؟ السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية. طيب ايه السلسلة الغذائية وايه الشبكة الغذائية؟ السلسلة الغذائية زي ما احنا قلنا بالظبط، النبات تيجي ياكله جرادة، والجراد يجي ياكلها ضفدع، والضفدع يجي ياكله حيوان اخر. ده اسمه تسلسل، يعني سلسلة غذائية كله ورا بعض تسلسل كده، فده اسمها السلسلة الغذائية. طيب سلسلة وسلسلة تبقى ايه؟ تبقى شبكة. بتبقى شبكة غذائية هي مجموعة من السلاسل. الشبكة الغذائية هي مجموعة من السلاسل الغذائية زي اللي محطوطة في الصورة دي بالظبط. ده بصوا، الشبكة الغذائية مجموعة من سلاسل غذائية متداولة بعضها مع بعض في النظام البيئي. زي احنا عندنا كده في الصورة هنا، النبات جه أكلته جرادة، الجرادة جه أكلها ضفدع أو أكلها طائر. طيب الطائر ده جه أكله ياكله تعبان، تيجي الضفدعة ياكلها تعبان برضو. فبصوا احنا كده اهي، ادي سلسلة نحددها كده مع بعض، ادي كده كلها دي كده سلسلة. طب ودي كده مع بعض سلسلة. طب ما دي كده سلسلة، 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 سلسلة. شايفين كام سلسلة؟ فسلسلة وسلسلة وسلسلة وسلسلة، شبكة بنسميها شبكة غذائية. هنا نفس الكلام مكتوب فوق. سلسلة غذائية هي قد توضح انتقال الطاقة من كائن حي إلى آخر في نظام بيئي معين. الشبكة الغذائية هي مجموعة من السلاسل الغذائية المتداولة التي توضح العلاقة الغذائية بين الكائن في نظام بيئي معين. ده نفس اللي احنا شارحينه فوق خالص، مفيهوش أي حاجة زيادة يعني. نيجي هنا بقى قياس الطاقة وانتقالها. عندنا هرم انتقال الطاقة. هرم انتقال الطاقة ده اللي احنا قلنا عليه بالظبط. نيجي هنا كده عند الهرم. عندنا الهرم، شايفين المستوى الأول؟ المستوى الأول عندنا بادئ بإيه؟ بادئ بالنبات. المستوى الأول اللي هو يبقى قاعدة الهرم. المستوى الأول اللي هو قاعدة الهرم، مش اللي هو القمة فوق فالأول بقى الأول التاني التالت، لا. المستوى الأول قاعدة الهرم بيكون فيه النبات. عندنا دلوقتي بقى المستوى الأول اللي هو النبات. المستوى التاني بيكون في ايه؟ بيكون في بقى الفئران، بيكون في الجراد. المستوى التاني عامة بيكون أي كائن حي. دلوقتي بقى ناخد بالنا من حاجة مع بعض واحنا طالعين كده فوق. ملاحظين ايه؟ هنا كانوا 10 أفراد، بعدين بقوا 6 أفراد، بعدين بقى فرد واحد. وانا طالعة من فوق في الهرم انتقال الطاقة من القاعدة للقمة، من القاعدة للقمة، يعني وانا طالعة كده الأعداد الأفراد بتقل. لو مثلا عندي 10 نباتات هيجي ياكلهم 6 حيوانات، عندي 6 حيوانات هيجي ياكلهم مثلا 3 حيوانات، وهكذا الأعداد بتقل. عندنا الكائنات المنتجة اللي هي النبات، وعندنا هنا المستهلك الأول والمستهلك الثاني. طبعا وانا طالعة من الهرم من تحت لفوق العدد بيقل، عدد بيقل، طاقة بتقل. طيب والمساحة اللي بيحصل فيها طبيعي طبعا برضو هتقل. يبقى انا عندي كل ده بيحصل ايه وانا طالعة. تاني عشان الحتة دي انا عارفه الناس هتقولوا ايه ده من تحت لفوق،
من تحت لفوق مش من فوق لتحت. وتقولوا ان قاعدة الهرم القمة هي اللي بتيجي منها، لا خالص، بتيجي من القاعدة. هعمل كده سهمين اهو، واحد طالع وواحد نازل. طول ما انا طالعة طول ما انا طالعة اهو، اللي بيحصل عدد يقل، طاقة، انا اسفة على الخط يعني، طاقة تقل، مساحة تقل. التلات حاجات دول يقلوا معانا طول ما احنا طالعين، التلات حاجات دول يقلوا معانا. طالع طاقة تقل، قاعدة مساحة تقل، عدد يقل. طالع طاقة تقل، عدد يقل، مساحة تقل. طالع طاقة تقل، عدد يقل، مساحة تقل. هنغنيها. طالع طاقة تقل، عدد يقل، مساحة تقل. طالع طاقة تقل، عدد يقل، مساحة تقل. اظن ثبتت، انا شرحتها كتير قوي، ثبتت. هنا بيقول لنا هرم انتقال الطاقة هو هرم يستخدم لمعرفة أعداد الكائنات الحية. زي ما احنا ما قلنا الأعداد بتقل واحنا طالعين. الأعداد دي تعتمد على نفس المصدر من الطاقة. طب ايه نفس المصدر من الطاقة؟ اللي هو النبات طبعا، اللي فيه جلوكوز وكده. يستفيد الكائن ب10% منها، ويفقد 90% من الطاقة لعملية الحياة، مثل الإخراج والتنفس الخلوي. طبعا دي يا جماعة تنفس، مش تفسير خالص، تنفس. نعدلها كتب ولا تنفس. ننزل تحت. ملحوظة نادرا ما يحتوي هرم الطاقة على أكثر من 6 مستويات، حيث إن الجزء الباقي من الطاقة يصبح قليل جدا، مفيش حاجة توصله. فاحنا هيبقى فيه ازاي في مستوى سابع وفي مستوى تامن؟ ازاي مفيش حاجة توصلك أصلا. قاعدة الهرم البيئي، أو مفيش حاجة توصلك، أقصد بيها هنا إن الكمية تكون قليلة أوي أوي أوي، لكن في حاجة توصله بس كمية قليلة جدا. قاعدة الهرم البيئي اللي هي طبعا بتكون من المستوى الأول، اللي هي طبعا فيها النبات، اللي هي كائنات منتجة، اللي هي ذاتية التغذية، هي الكائنات المنتجة اهو زي ما احنا ما قلنا، اللي هي النباتات. وكلما ارتفاعها في الهرم قلت المساحة. كل ما ارتفعنا في الهرم المساحة تقل، العدد يقل، الطاقة تقل. مساحة تقل، عدد يقل، وبالتالي انخفاض الطاقة المتاحة. أكيد طبعا المساحة قلت والعدد قلت، الطاقة هتكون ايه؟ قليلة. يبقى تاني نطلع فوق، طاقة تقل، مساحة تقل، عدد يقل. حساب الطاقة المفقودة. الطاقة المفقودة بقى بنحسبها ازاي؟ نيجي هنا بقى واحدة واحدة. تعبير الطاقة المفقودة لا يتنافى مع قانون بقاء الطاقة، حيث يفقد الحيوان جزء من الطاقة بشكل رئيسي في صورة حرارة أثناء العمليات الحيوية، مثل التنفس. زي ما احنا قلنا هي بوم بقى كده اختفت، لا، بيتم استخدامها في حاجات تانية زي التنفس، زي الحركة، زي الطاقة الحرارية، انا ادفي نفسي، والكلام ده كله طبعا بيتم إسرافها فيه، ولكن هي مش بتختفي. الطاقة المفقودة هي الطاقة الغير مستخدمة. مثال: افتراض أن كمية الطاقة، وهنا المقصود بغير مستخدمة يا جماعة إن هي مش المخزنة في داخل الخلايا. طبعا هنا المثال اللي احنا قلنا عليه 100 جول. الطاقة الكيميائية تتمثل في هنا هنقول لكم بقى أمثلة الطاقة المفقودة. الطاقة المفقودة طبعا احنا قلنا زي التنفس، زي الطاقة الحرارية، زي الطاقة الكيميائية. في كذا صورة الطاقة دي بتفقد بيها. يبقى عندنا الطاقة المفقودة ليها كذا صورة بتفقد بيها. طب ايه هي الصور دي؟ تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجة عندنا هي الطاقة الكيميائية، بتفقد على هيئة طاقة كيميائية. طب ازاي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. تتمثل في غاز ثاني اكسيد الكربون الذي ينتج عن احتراق السكر اثناء عملية التنفس الخلوي، ثم يعود الغاز الى الطبيعة بواسطة عملية الزفير. اول حاجة، اول صورة عندنا من صور فقدان الطاقة يا جماعة، بتفقد على هيئة طاقة كيميائية. طب ازاي؟ دلوقتي عشان اعمل عملية زفير انا بحرق سكر، فذاك انا ايه؟ بفقد طاقة. بيتحول وانا بعمل عملية الزفير، بيتحول زي ايه؟ لثاني اكسيد الكربون، بخرج ثاني اكسيد الكربون للطبيعة. طب وانا مش بخرج ثاني اكسيد الكربون للطبيعة، مش ثاني اكسيد الكربون ده غاز كيميائي؟ طيب يبقى هنا حولته لطاقة كيميائية. وطبعا برضو بيفقد على هيئة طاقة حركية، بيتم احتراق جلوكوز علشان اقدر اتحرك، وانا مش بتحرك بفقد سكريات وبفقد طاقة، صح؟
وعندنا الطاقة الحرارية زي ما قلنا مثلا أرنب عايش يا عيني في الغابة لوحده وسقعان ومتلج، هيعمل ايه؟ غلبان، مش هيقدر يعمل اي حاجة غير ان هو يفقد طاقة عشان يدفي نفسه في الجسم الأرضي. ويتبقى جزء مختزن في الطعام غير مهضوم، طاقة كيميائية فضلات تعود إلى التربة في عملية الإخراج. وطبعا هيتبقى جزء غير مهضوم من الغذاء، ده بيعود طبعا كفضلات تاني للتربة. هنا بقى قانون الطاقة المفقودة. ايه قانون الطاقة المفقودة؟ احنا قلنا لو عندنا 100 جول بيتم استخدام 10 وبيتم إفقاد 90%. طيب عندنا 10 و90%، من 100 هنعمل ايه؟ هنجيب الطاقة لحساب الطاقة المفقودة، هنعمل بقى ايه؟ تبقى الطاقة الكاملة او الطاقة الكلية، الطاقة الكلية ناقص الطاقة المستخدمة او المكتسبة. اهو عندنا الطاقة المفقودة، الطاقة الكلية ناقص الطاقة المستخدمة في العمليات الحيوية. الطاقة الكلية ناقص الطاقة المستخدمة في العمليات الحيوية. عندنا هنا قانون بقاء الطاقة. يظهر قانون بقاء الطاقة بوضوح في سلاسل الغذاء من خلال تحول الطاقة بين صور مختلفة. ده اللي احنا قلنا عليه، لأن قانون بقاء الطاقة مش بيتنافى خالص مع الطاقة المفقودة، لأنه بيتم استخدامها في حاجات تانية، بالتالي هي ما فنيتش خالص، هو كده مش بيتعارض معاه. فهو بالظبط بيظهر، بيكون ظاهر جدا جدا في السلاسل الغذائية لقانون بقاء الطاقة. بقاء الطاقة، طاقة لا تفنى ولا تستخدم من عدم، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. ده الكلام اللي احنا قلناه. تبدأ السلسلة بالطاقة الضوئية من الشمس، ده اللي احنا قلنا عليه، التي تتحول داخل النبات إلى طاقة كيميائية تخزن في الغذاء. زي ما قلنا بالظبط، الضوء بيجي من الشمس، النبات بيبتدي يحوله لجلوكوز مع وجود طبعا الكلوروفيل، علشان الكلوروفيل هو اللي بيمتص الضوء. قلنا طبعا الطول الموجي لازم يكون بقى من 390 ل 780 نانومتر، وقلنا النانومتر هو 1 في 10⁻⁹ الذي يتكون أثناء عملية البناء الضوئي. تنتقل هذه الطاقة إلى المستهلك الأول، وقلنا المستهلك الأول هيكون نبات؟ استحالة، هيكون حيوان أو إنسان، لأنه هو المستهلك الأول. زي بقى الجرادة، أو ممكن يكون إنسان. عندما يتغذى على النبات، حيث تحول الطاقة الكيميائية، اللي هي الجلوكوز، إلى خلال عملية التنفس إلى طاقة حرارية. بيتم تحويل الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية وحركية. لما تتحول الطاقة الكيميائية اللي هي الجلوكوز لطاقة حرارية أو طاقة حركية، تبقى فقد، هتكون مرة كده بفقدها، فتحط تحت بند الطاقة المفقودة، مش هتكون تحت بند الطاقة المكتسبة. ليه؟ لأن أنا حولت الطاقة الكيميائية طاقة حركية، أنا مخزنتهاش، مستفدتش منها بحاجة في غذائي، مع فقدان جزء من الطاقة في شكل حرارة. وعند انتقال الطاقة إلى المستهلك الثاني الذي يتغذى على المستهلك الأول، يعني مثلا قلنا الجرادة دي مستهلك أول، مش مستوى أول، مستهلك أول. الجرادة هيجي المستهلك التاني اللي هي الضفدع بس هيتغذى عليها، كده مستهلك أول بيتغذى عليه مستهلك تاني. الطاقة طبعا بتقل، أكيد بتقل، اللي بتوصل للضفدعة بتكون قليلة. ليه؟ عشان بيتم فقد 90%. عند انتقال الطاقة إلى المستهلك الثاني الذي يتغذى على المستهلك الأول، يحدث فقد للطاقة خلال عملية التنفس والإخراج. احنا بصوا كل الكلام بيتعاد تاني، واحنا هنعيد يا جماعه، احنا بنعيد الحاجه مره واثنين وثلاثه، فركزوا بالله عليكم يا جماعه. تستمر هذه التحويلات حتى تصل الطاقه الى الكائنات المحلله. طبعا زي ما قلنا الكائنات المحلله اللي هي ايه؟ المستوى الاخير اللي البني ادم بيوصل له. الكائنات المحلله التي تعيد الطاقه، سواء حيوان او انسان او نبات. الكائنات المحلله بتتغذى على الثلاثه، الكائنات المحلله بتحلل الثلاثه، حيوان او انسان او نبات، مش انسان فقط يعني. التي تعيد الطاقة الكيميائية المتبقية من الكائنات الميتة إلى التربة على شكل الأملاح، وهي بتحللها عملية تحلل. فبالتالي طبعا بيكون في بتحولها لأملاح، بيكون في طبعا أملاح متبقية. الأملاح دي بقى التربة بتتغذى عليها، يعني بتبقى سمات، زي سمات كده للتربة. طوال السلسلة الغذائية يتم فقد جزء من الطاقة في كل مستوى، ولا يتنافى ذلك مع قانون بقاء الطاقة. تمام. قول هنا ايه دور بقى الكيمياء يا جماعة في نقل الطاقة؟ طبعا ده اللي بيكون واضح جدا في عملية البناء الضوئي وفي عملية التنفس الخلوي. طب ايه علاقة البناء الضوئي في عملية التنفس الخلوي؟ تعالوا نشوف بقى اللي هيحصل. بيقول هنا الكيمياء دورها ايه في نقل الطاقة؟ تبدأ رحلة الطاقة للانتقال بين الكائنات الحية داخل النباتات الخضراء
في عملية البناء الضوئي. يعني احنا نبتدي خالص من عملية البناء الضوئي، والتي تحدث داخل البلاستيدات الخضراء. زي ما قلنا بالظبط، البلاستيدات الخضراء يا جماعة هي اللي بيكون فيها كلوروفيل، وهو اللي بيمتص الضوء. فبيبتدي هو بيمتص الضوء داخل البلاستيدات الخضراء، بيتم بقى عملية البناء الضوئي نتيجة امتصاصه للضوء. رياض خلية خاصة بالنبات تحدث تفاعلات كيميائية معقدة يبدأ التفاعل بامتصاص الضوء بواسطة الكلوروفيل الذي يوجد في البلاستيدات الخضراء. ايه البلاستيدة؟ وهو الصبغة الخضراء زي ما احنا قلنا، هو اللي بيدي اللون الاخضر ده للنبات. يقوم الضوء بتحفيز تفاعلات كيميائية تؤدي إلى تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى جلوكوز وأكسجين وماء. زي المعادلة اللي احنا شايفينها دي، نفس المعادلة اللي كانت فوق بالظبط. ولكن هتستخدم الكائنات الحية الأخرى في سلسلة الغذاء طاقة كيميائية المخزنة في الجلوكوز. الطاقة الكيميائية اللي هي متخزنة في الجلوكوز بيتم النبات إن هو يستخدمها. بعد ما بيتم بقى عملية البناء الضوئي كده، طبعا بيكون في عملية التنفس، وعملية التنفس هي شبه عكس عملية البناء الضوئي. البناء الضوئي بيتم فيها إنتاج جلوكوز. طيب عندنا عملية التنفس اللي بيحصل فيها، بيتم فيها حرق الجلوكوز. طب عشان أحرق الجلوكوز هستخدم ايه؟ أكيد طبعا هيكون معايا جلوكوز وهيكون معايا أكسجين هحرقه. فلما هحرقه هيديني مية وهيديني ثاني أكسيد الكربون. فعملية التنفس بيتم فيها حرق طاقة، وهي حرق الجلوكوز اللي موجود في الطاقة الكيميائية. فهو الاتنين عكس بعض، عملية التنفس عكس عملية البناء الضوئي. زي عندنا بالظبط هنا كده في المعادلة بيقول لنا هنا ايه اهو، ادي هنا كده الجلوكوز، عندنا هنا كده الجلوكوز، وعندنا الاكسجين حرق. يعني كده بنعمل عملية حرق، هيديني غاز ثاني اكسيد الكربون وهيديني ميه. وهكذا تكون الطاقة تحولت من طاقة ضوئية، من طاقة ضوئية اللي هي جاية من الشمس، هيتم عملية البناء الضوئي تبقى طاقة كيميائية، هيتم عملية تنفس خلوي هتبقى طاقة حرارية. وعندنا الطاقة ضوئية لطاقة كيميائية مخزنة داخل الروابط الكيميائية في جزيء الجلوكوز، ثم الطاقة حرارية مسؤولة عن بقاء الكائنات الحية ان هم يفضلوا عايشين. الطاقة المختزنة داخل الوقود الحفري. عندنا الوقود الحفري علماء انقسموا لفريقين. فريق كان بيقول الوقود الحفري سميت بالحفري لانها بتكون ناتجة عن الكائنات الحفرية اللي بتكون في باطن الارض، وفي جزء قال لا علشان احنا بنحفر الارض وبنطلع البترول فيبقى كده اسمه وقود حفري. الوقود الحفري اصلا يا جماعة ده اللي هو ايه، او عبارة عن ايه؟ الفحم، البترول، والغاز الطبيعي. فاحنا هنشوف التلاتة دولت بيتكونوا نتيجة ايه وبيكونوا عن ايه مع بعض. تكوين الوقود الحفري مثل الفحم والغاز الطبيعي والبترول يعتمد على الكائنات الحية اختزنت بداخلها طاقة شمسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كائنات حية كانت في الأرض وماتت وهي على الأرض، امتصت ضوء الشمس فخزنت الطاقة الضوئية بتاعت الشمس جواه، وطبعا بقى مع عوامل الجو وكده اتردمت فتحللت جوه باطن الأرض وتحولت لوقود حفري. عندنا الفحم. الفحم ناتج عن ايه؟ الشجر. معروفة الفحم ناتج عن الشجر، فهو شجر بقاله ملايين السنين، مش بقاله آلاف السنين، لا هو بقاله ملايين السنين داخل باطن الأرض فتحلل، فبالتالي اداني ايه؟ اداني الفحم. المكون الأساسي له هو الكربون. سي. قد تكون من بقايا الأشجار والنباتات المتحللة في باطن الأرض منذ ملايين السنين. ملايين السنين، يعني عندنا الفحم ده العنصر الأساسي بتاعه هو الكربون يا جماعة. وهو بينتج عن ايه؟ عن بيكون اشجار مثلا في باطن الارض بقالها ملايين السنين، يا اما نباتات برضو في باطن الارض بقالها ملايين السنين. عندنا البترول. عايزين بقى نركز في البترول والغاز الطبيعي. البترول هو خليط من عدة مركبات هيدروكربونية. هو خليط من عدة مركبات هيدروكربونية. احنا عندنا الغاز برضو خليط، بس احنا خلينا دلوقتي في البترول. عندنا البترول يا جماعة هو خليط من عدة مركبات هيدروكربونية، يعني برضو في كربون بس مركبات. قد تكون من كائنات بحرية أو نباتات برضو بحرية دفنت لملايين السنين وتحللت تحت الضغط ودرجة الحرارة المرتفعة. طبعا التحلل ده هينتج عن ايه؟ تحت باطن الأرض هينتج عن ضغط ودرجة حرارة مرتفعة جدا. اتحول بقى ساعتها الكائنات البحرية دي والنباتات البحرية دي لبترول. فعشان دايما تلاقوا وتلاحظوا ان البترول بيستكشفوا في قناة السويس. وعند البترول
هو خليط من عدة مركبات هيدروكربونية، كذا مركب مع بعض هيدروكربوني اجتمعوا مع بعض يكونوا لنا البترول. طبعا المركبات الهيدروكربونية دي ناتجة عن ايه؟ ناتجة عن النباتات البحرية والكائنات البحرية اللي كانت تحت الارض وتعرضت لضغط وحرارة عالية جدا. البترول. نروح بقى للغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي من اسمه غاز طبيعي يكون من ايه؟ من عدة غازات هيدروكربونية. الذي يتكون من خليط من عدة غازات زي غاز ايه؟ زي غاز البروبين، زي غاز البروبان. طبعا يا جماعة البروبين والبروبان دي هتضاف الكيمياء العضوية ان شاء الله في ثالثة ثانوي. مثل غاز الميثان الذي يمثل 70 ل 98% منه من الغاز. يبقى انا لو جالي مثلا الغاز الطبيعي اغلبيته يقولك من 70% ل 98% غاز الميثان بس. متخيلين؟ نسبة كبيرة جدا، نسبة كبيرة جدا جدا. وطبعا مع بعض شوية الغازات زي البروبين والبروبان. مثل غاز الميثان الذي يمثل 70 ل 98%، ونسب قليلة من غاز البروبان وغاز البروبين. ولكن هنا ايه؟ يوجد طافية على سطح البترول في باطن الأرض أو داخل مناجم الفحم وبين الصخور عند احتراق الوقود الحفري بالأكسجين داخل آلة الاحتراق الداخلي. مثلا تتولد طاقة حرارية، وهذه الطاقة المسؤولة عن حركة الآلة. دلوقتي يا جماعة واحنا بنحرق الوقود الحفري داخل الآلة بتولد طاقة حرارية. يبقى احنا دلوقتي واحنا بنحرق الوقود الحفري بالأكسجين داخل الآلات بتنتج طاقة حرارية. الطاقة الحرارية دي يا جماعة هي اللي بتشغل الآلات أصلا، هي المسؤولة عن تشغيل الآلات. عندنا بعد كده العلاقة بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي، ده اللي احنا قلناه هنقراها على السريع كده. هذه التفاعلات تساهم في الحفاظ على توازن الأكسجين. طبعا هتساهم على حفاظ الأكسجين لأن احنا عندنا في البناء الضوئي بينتج أكسجين. طب واحنا بنعمل تنفس خلوي بناخد أكسجين، فاحنا بناخد وبندي بناخد وبندي، ده بيعمل توازن، انه ما بيخليش الأكسجين يقل خالص في الجو أو يزيد قوي في الجو. لا، عملية التنفس الخلوي بتخليه يقل في الجو، لكن عملية البناء الضوئي بتعوض الأكسجين، فبالتالي بقى فيه توازن في نسبة الأكسجين. وثاني اكسيد الكربون، اكيد طبعا برضو لان احنا زي ما قلنا في البناء الضوئي بنستخدم ثاني اكسيد الكربون، وفي التنفس الخلوي بينتج ثاني اكسيد الكربون، فبالتالي بقى فيه توازن ما بين الغازين. النباتات تقوم بانتاج الاكسجين وتخزين الطاقه في الجلوكوز اللي احنا قلنا، بينما الكائنات الحيه الاخرى مثل الحيوانات والانسان تقوم باستهلاك الاكسجين واستخدام الجلوكوز لانتاج الطاقه واطلاق ثاني اكسيد الكربون والماء كفضلات. تأثير هذه العلاقة على البيئة. ايه بقى تأثير علاقة البناء الضوئي بالتنفس الخلوي على البيئة؟ طبعا احنا قلنا البناء الضوئي اللي بيعمله النبات، والتنفس الخلوي اللي بيعمله الحيوان او الانسان، وده اللي بيعمل توازن ما بين الغازين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. ده كله بقى تأثيره ايه على النظام البيئي؟ تدفق الطاقة. الطاقة الشمسية التي تخزن في جزيئات الجلوكوز من خلال البناء الضوئي تنتقل عبر سلسلة الغذاء عندما يتم استهلاك النباتات من قبل الحيوانات. هذه الطاقة تستخدم في التنفس الخلوي لإنتاج ATP، وهو مصدر الطاقة الرئيسي جميع عندنا هنا تدفق الطاقة. طيب تدفق الطاقة ازاي؟ مش احنا لما يجي الكلوروفيل يمتص الضوء بتاع الشمس بيتم تخزينه في السكريات يا جماعة والمادة الكيميائية الموجودة في النبات. طيب انتقاله بقى من كائن لآخر من كائن لآخر بيفضل موجود، وتفضل الطاقة الضوئية دي محتفظة وموجودة في الكائنات، فبالتالي لما يتم عملية تنفس خلوي بيتم فقد طاقة، لأن من صور فقدان الطاقة قلنا ان هي كانت التنفس الخلوي. فانا دلوقتي بعمل عمليه تنفس خلوي بيتم استخدام الطاقه الضوئيه دي في ان احنا ننتج ATP. طيب ايه ال ATP ده؟ ال ATP ده يا جماعه هي الطاقه. طبعا يا جماعه ال ATP اللي هو ادينوزين ثلاثي الفوسفات، ده المصدر الرئيسي للطاقه واللي بيقوم بالعمليات الحيويه اللي البني ادم بيستخدمها في حياته اليوميه او الحيوان. ادينوزين ثلاثي الفوسفات وهو مصدر الطاقه الرئيسيه لجميع العمليات الحيويه. هننزل بقى هنا شويه، بيقول ايه؟ ادينوزين ثلاثي الفوسفات وهو مصدر الطاقه الرئيسي لجميع العمليات الحيويه في الكائن الحي. ده نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه فوق. هنا بقى نيجي عند الصوره دي البلاستيدات الخضراء والميتوكوندريا. الميتوكوندريا يا جماعه هي اللي بيكون فيها ال ATP. زي عندنا هنا نمشي واحده واحده مع السنة. عندنا هنا البلاستيدات الخضراء اللي بيكون جواها ايه؟ الكلوروفيل. اللي بيكون جواها يا جماعه الكلوروفيل، ماده الكلوروفيل
اللي هي مسؤولة عن اللون الأخضر ومسؤولة عن امتصاص الضوء. بيجي هنا الشمس بتديها طاقة اللي هي الضوء يعني، بيتم عملية البناء الضوئي، فيتم إنتاج ايه؟ الجلوكوز وأكسجين، ومفروض برضو المية. المهم يا جماعة، بيتم بقى تخزين الجلوكوز والطاقة اللي هي ال ATP داخل الميتوكوندريا. هي ال ATP بيتم عملية التنفس الخلوي، فوانا بتم عملية التنفس الخلوي بستهلك ال ATP من الميتوكوندريا، فبطلع ثاني أكسيد الكربون ومية. نيجي بقى طبعا هنا يا جماعة لباقي التأثيرات من عملية البناء الضوئي والتنفس الخلوي على النظام البيئي. الدورة الكربونية، طبعا زي ما احنا قلنا ان البناء الضوئي بيتم استهلاك فيه ثاني اكسيد الكربون، وفي التنفس الخلوي بينتج ثاني اكسيد الكربون، فبالتالي في عمليه انتاج وفي عمليه استخدام، في عمليه انتاج وفي عمليه استخدام، ففي زي دوره كده ما بتنتهي. بننتج ثاني اكسيد الكربون، بيتم برضو استخدام ثاني اكسيد الكربون في عمليتي التنفس والتنفس الخلوي والبناء الضوئي. ونيجي هنا بعد كده بيقولوا طبعا عمليه البناء الضوئي بتوفر لنا ايه؟ بتوفر اكيد الجلوكوز وبتوفر الاكسجين اللي بيتم استخدامهم في عمليه التنفس الخلوي، اللي بينتجوا بعد كده ثاني اكسيد الكربون والميه. طبعا يا جماعه التكامل ده ما بين التنفس الخلوي وما بين عمليه البناء الضوئي، ده تكامل ما بينهم هو اللي بيساعدنا دلوقتي ان احنا لسه عايشين لحد دلوقتي، انه بيعمل توازن ما بين ثاني اكسيد الكربون، بيعمل توازن ما بين الاكسجين. ننزل هنا تحت بيقول ملحوظه، الاي تي بي هو جزء يلعب دورا في نقل وتخزين الطاقه. زي ما احنا قلنا برضو الاي تي بي هو بيلعب دور اساسي في طاقه البني ادم، ان هو يعمل عمليات حيويه زي التنفس، زي عمليه تصنيع البروتين وايضا الطعام ونقل الايونات وانقباض العضلات. تمام، الحمد لله. الحمد لله يا جماعه خلصنا. يا رب يكون الدرس سهل ولذيذ وتكونوا فهمتوه. وان شاء الله يا جماعه رقم الماده العلميه هيكون موجود في صندوق الوصف، وهيكون برضو موجود الPDF اللي انا استخدمته. اتمنى لكم التوفيق واتمنى كنتوا فهمتوا، وان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي هنحل فيه كميه كبيره جدا على الدرس ده جميع الاسئله، وان شاء الله مش هخرج عنها اي حاجه من الامتحان ان شاء الله. بعد كده يا جماعه ان شاء الله في امتحان هينزل على الدرس ده على صفحه الفيسبوك، هتحلوه ان شاء الله. بعدين هرجع هحله معاكم ان شاء الله في فيديو على اليوتيوب. اتمنى ليكم النجاح والتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.